ما تيجوا نعمل مع بعض طريقة البتاع اللي انتوا شايفينه ده بأسهل طريقة ممكنة، وهيطلع معاكم أحسن من المحلات بكتير. مش هقولكوا اسمه عشان تكتبولي في التعليقات اسمه ايه. هنبدأ نجيبه معانا كده بعد ما غسلناه كويس جدا. هنحضر بقى شوية محلول كده، عبارة عن مية بصل، معلقتين كبار من العسل الأبيض بالظبط كده زي ما انتوا شايفين. وهنجيب برضو معلقتين من الكاتشب، ما يكونش حار يعني كاتشب عادي. هنضيفه برضو على المحلول اللي احنا هنعمله ده. وهجيب شوية توابل عبارة عن بابريكا وملح وفلفل وتوابل فراخ وبصل بودر وتوم بودر. هنحط كل ده على بعضه واقلب كويس لحد ما احس ان التوابل خلاص مفيش اي كلاكيع فيها. اهو هنقلب كويس جدا. بعد كده هنصفيها عشان اتأكد برضو ان احنا ناخد المحلول يكون صافي. وهجيب حقنة تكون كبيرة، هي دي بصراحة كانت صغيرة فغلبتني شوية، فانتوا تجيبوا بقى حجم اكبر عشان يبقى احسن لكم. وبعد كده هنطلع روح الدكتور اللي جوانا بالظبط كده. هنبدأ ناخد بقى المحلول ده ونحقنه، نحقن اللحم بتاعه من جوه. برضو مش هنسى، مش هقول لكم اسمه ايه عشان تقولوا لي في التعليقات. هنحقنه من كل الاتجاهات عشان اضمن ان المحلول ده دخل في كل اللحم بتاعه. بعد كده هنجيب بصل وتوم، فصين توم وطماطم، وهضرب كل ده في الخلاط، وهحط عليهم معلقتين صلصة، وهقلب كويس. وهبدأ ان انا ادهنه كده من كل الاتجاهات اهو، من جوه ومن تحت الجلد ومن كل الاتجاهات، لحد ما اتأكد ان التتبيلة اللي احنا عملناها ده دخلت فيه كله بالشكل ده. جبت طبعا حاجة واسعة عشان اعرف ان انا اتحرك براحتي. ويفضل ان احنا نسيبه من بالليل لتاني يوم، او على الاقل 3 4 ساعات في التلاجة طبعا. بجيب بقى حلة معايا كده تكون كبيرة عشان تاخده، لان حجمه كبير. واحط معلقتين من السمنة البلدي، يفضل طبعا سمنة بلدي عشان ريحته وطعمه يكون حلوين. طبعا دي ايد ماما عشان هي ممنوع ان انا امسك السمنة البلدي طبعا، بتخاف اخلصها لها. وبعد ما تسخن السمنة بنزل بقى بيه كده فيها. برضو مش هنسى، مش هقولكوا اسمه ايه، لحد ما ياخد لون من الناحيتين كل الاتجاهات. يعني نقلبه بقى على جنبه شوية، على ظهره شوية، على جنبه التاني شوية، لحد ما احس ان هو خلاص خد اللون بتاعه. بنزل بقى بشوية خضار كده، جزر وفلفل اخضر وبصل. وبعد كده بنزل بمية مغلية بالشكل ده كده لحد ما بتغطيه طبعا خالص. وبحط بقى التوابل بتاعتك بقى، بتحطي فلفل اسود والحبهان وشوية بهارات. ومنحطش ملح، بنسيب الملح للاخر. وبعد ما بيستوي معايا وبيطلع بنجيب بقى صلصة وعليها زيت وملح وفلفل، وبدهنه كده برضو في كل الاتجاهات، وبدخله الفرن لحد ما ياخد لون معايا. بنقعد نقلب فيه بقى على جنبه شوية وعلى وشه شوية زي ما اتعلمنا، تحت الشواية طبعا، لحد ما بياخد لون معايا وبيطلع معانا